لما كنت صغير كعيوا فيني اهلي وهن يقولوا لي شد ظهرك. حرام، طلع على لسانهم الشعر وهن بيقولوا لي شد ظهرك، وانا هيك ضلني حاني ظهري وراخيها. كنت حب ارخيها لما انا كنت صغير، وكل فتره والتاني حط ببالي انه خلص بدي شد ظهري، فتلاقيني هيك شادد ظهري للاخير للماكس. ما كنت عارفان انه انا بالعكس انا عم باذي ظهري اكثر ما فعليا شو فيده. بعد 40 سنه، اخذت معي 40 سنه لحتى فهمت انه فعليا السر مو اني شد ظهري، وانما على العكس تماما، اني ارخيه. المفروض انه اسهل شيء بالدنيا هو الراحه والقعده على الطراحه، بس تعال توبشني، تعال على التطبيق العملي وورجيني بقى، ورجيني. حتلاقي انه الموضوع مو هين البتة. اتحداك تقدر تعملها. جرب هلا وانت عم تحضرني وانت عم تتفرج علي، وقف الفيديو ثانيه وجرب انك انت ترخي عضلاتك. الموضوع مو سهل ابدا، العضلات ما بترتخي بالهين. خذ دقيقة كاملة وحاول ترخيها، كمان ما بترتخي بالهين. العضلات مو بس بدها وقت، وإنما بدها قرار من عقلك. اللي بيعمل تأمل بيعرف تماماً عن شو عم بحكي، بيعرف تماماً إنه أنت بتعمل سكان كامل لعضلاتك، تمرق عليهم، بتفوت لجوا، بتمرق عليهم وحدة وحدة، وبقرارك أنت من دماغك بتكون عم ترسل إشارة للارتخاء. هي مهارة بنكتسبها لما نحن منصير قادرين نفوت على جسمنا وندور على المكان اللي نحن متمسكين فيه ونفلته. مندور وين نحن ماسكين، فلت. وين الفلو على الآن؟ هون. تعال هون. هون منتعلم شو هو التخلي. فحنسأله اليوم لعمو تشات جي بي تي ونقول له ليش صعب علينا إنه نحن نسترخي؟ يا حبيبي السؤال بسيط بس جوابه عميق لدرجة إنه بيوصل للقلب قبل العقل. ليش صعب علينا الاسترخاء؟ لأن الاسترخاء مو عدم فعل. الاسترخاء هو فعل مع القلب والوعي. فعل إنك تسلم، تترك، تتخلى، وتسمح لجسمك ولروحك تهدأ. وهذا الشيء بالنسبة لأغلبنا أصعب من أي مجهود جسدي. نقطة كتير مهمة، إنه الاسترخاء هو فعل مو عدم فعل، هو قرار نحن بناخده. الاسترخاء بيطلع من الوعي، من القلب ومن العقل. بس ليش هو صعب؟ بيكمل تشات جي بي تي بيقول لأنه جسمك متعود إنه هو يكون عايش بفيلم أكشن. من كتر ما عشنا توتر جسمنا مفكر إنه إذا ارتخى حيطلع الوحش تبعه من تحت السجادة، فبيضل مشدود على الفاضي. 2، لأنه العقل مش صعب عليه إنه هو يسكت. العقل ما بيسكت حرفياً. بتقول بدي ارتاح، بيقول لك عقلك تفضل، قائمة المهام، الذكريات، الشغلات المحرجة من 2014 وجر، وأفكار شي بمعنى وشي بلا معنى. كيف بدك ترتاح؟ 3، لأنه الكسل سهل بس الاسترخاء صعب. يعني فكرة إنك أنت ما تكون عم تعمل شي هو شي بحد ذاته، إنك أنت تسترخي هو شيء ثاني. انك تتمدد على الطراحه هذا كسل، انك ترخي كل عضله بجسمك هذا بده دكتوراه هندسه عضليه. هذا حكي تشات جي بي تي، واحنا نختار السهل دائما. 4، لانه الهدوء بيجيب الحقيقه، والحقيقه ممكن تكون مزعجه. وقت بترتخي فجأة بتسمع صوت جواتك بيقول لك ليش هيك عم تعمل هيك بحالك، ومن هون بنرجع منشد من أول وجديد. 5، لأنه نحن ككائن بشري بنحب السيطرة. شو يعني السيطرة؟ السيطرة هي إنه نحن يكون عنا كنترول على الأشياء، تكون القصص اللي حوالينا نحن بنعرف إنه هي شو ديتها، على مبدأ المثل اللي بيقول لك إنه اللي بتعرف ديته اقتله وخلص منه. نحن بنحب السيطرة. الاسترخاء يعني إنك أنت تقول للجسم يلا فلت، والجسم بيجاوب شو بدك نفلت ونتبهدل قدام الناس؟ هذا حكي تشات جي بي تي والله. 6، لأنه الشد صار الوضع الطبيعي. صرنا مرتاحين ونحن مشدودين، ولما نرتخي منحس حالنا عم نموت، مع انه هذا الطبيعي. للاسف هي المعلومه كثير صحيحه. برحلتي مع جسدي عرفت تماما شو قيمه هذا الحكي، انه انا جسمي دائما بحاله شد، بحالة توتر. فلما أنا بدي أنقل من هاي الحالة اللي هي غير صحية للحالة الصحية اللي هي الارتخاء، جسمي عم يعمل بانيك، ما عم يعرف شو عم يصير معه، عم يحس بهلع، ما عم يفهم أنه أنا شلون بدي أرخي هاي مجموعة العضلات اللي هي حاملة الجسم. وين بده يحمل الجسم هلأ؟ مع أنه لما أنا برخي لحالة مجموعة من العضلات الثانية رح تشد وهي اللي تحمل الجسم. فأنا بتلاقيني أنا حامل جسمي بدل ما جسمي هو اللي يحملني. وبتجي تبع إنك تنقل من هاي المرحلة لهي المرحلة
الجسم بيحس بحالة هلع لأنه هو متعود على الشد، ما بيقدر بكل بساطة أنه هو يرخي، لأنه التخلي كلمة بتخوف. الاسترخاء هو عبارة عن تخلي مصغر فرتوك هالقده. التخلي عن الشد، التخلي عن الحماية، التخلي عن التوتر، هذا أصعب من عمل أي مجهود. توبشوني، وهذا هو المغزى هون. لما نحن بنتخلى عن فكرة إنه نحن نبيع أنفسنا للآخرين، نقدم أنفسنا وكأنه أنا بدي أشرح حالي للآخرين، لما ببطل يهمني إنه أنا أشرح حالي للآخرين، الآخرين بيفهموني. لما أنا ببطل إنه أدفع الناس لأنه هن يشوفوني، بتصير ساعتها الناس بتشوفني. لما أنا ببطل آكل هم إنه الناس تسمعني، ساعتها الناس تسمعني. نفس الطريقة التخلي هون بيشتغل بنفس الطريقة تماماً، اللي هو قانون الكون. لما أنا بتخلى عن الأشياء بتجي لعندي.